ولد الفنان نضال الشافعي في مدينة القاهرة عام 1978. درس التمثيل. لا، أنا ما كنتش ببتديها كده خالص. يا رب، أنا بقالي كتير ما عملتش الفيديوهات دي ونسيت كنت بقول إيه في الأول. كنت بقول ماشي. السلام عليكم، مساء الفل يا دودز. لا، أنا مستحيل أقول الحاجات دي. اكيد كنت بمسي على الناس. مسا مية مسا. احلى مسا عليكم. انا بتاع برضو مش انا. خلاص، يبقى اكيد كنت بسأل عن صحتهم، مثلا ازيكم، ازيك وازاي معيزك وازاي البلح اللي لا بلح ايه ومعيز ايه، بس كنتش ببتدي بالحاجات دي كلها اصلا. انا تقريبا كنت ببدأ على طول السلام عليكم، سلامة، سيد في تامر وشوقية، وغنام في ابراهيم الابيض. دورين عكس بعض تماما، ده كوميدي وده اكشن، ده سواق ميكروباص وده من رجاله عبد الملك زرزور. بس العامل المشترك بينهم ان الاتنين كاركترات قوي، مليانين تفاصيل على كل المستويات، سواء خارجيا من مكياج وستايل لبس، او من تون صوت، لكنه، طريقه كلام، خلفيه كونوا منها مصطلحاتهم الخاصه جدا اللي علقت مع الناس. دورين محتاجين لممثل شاطر بكل تاكيد، وفي نفس الوقت يكون ذكي جدا وواعي. وفي الفتره دي من 2006 ل 2010 نضال الشافعي لفت الانظار ليه بشكل كبير جدا، والناس تنبأت من خلال ادواره المتنوعه دي في وقت قصير، زي فضل في الجزيره، العريس في عايزه اتجوز، فرحات الكردي في الديلر، اننا قدام حته ممثل شاطر ودمه خفيف بيقدر يعمل كل الانواع. ولكن لما هتيجي تبص هتلاقي ان كل ده حصل في 4 سنين بس، في حين ان من بعد 2010 ولحد النهارده بعد 13 سنه هنلاقي ان ادواره اللي تحسب له واللي معلقه في ذاكره الناس قد إن لم تكن أقل من اللي عملهم في ال4 سنين دول كلهم. وده طبعا بيخلينا نسأل، هو إيه اللي حصل لنضال الشافعي؟ نضال الشافعي ده من ساعة ما دخل أنا عارف إنه هيبقى نجم. زي ما قلتها قبل كده في حلقات قديمة، إن أي حد بيطلع من عند خالد جلال هو ممثل اتعلم كل حاجة، وفكرة إنه يبقى جوكر دي حاجة لازم نتوقعها منه. ونضال الشافعي خريج تاني دفعة لخالد جلال، أول ما جات له فرصة ما قصرش، وقدر مع أول دور كبير ليه إنه يسيب علامة بشخصية سيد في تامر وشوقية، واللي فيه ناس كتير بتعتبر إن هو بطل المسلسل. عنده شوية إفيهات في المسلسل ده رهيبة، ولحد دلوقتي في ناس بتنزل فيديوهات سيد أخو شوقية أوت اوف كونتكست. انا عرفت كويس. انت هتعمل ايه يا سيد؟ انت ما تعرفش حاجه. هتعمل ايه يا مجنون؟ هسلم نفسي. وده بكل تأكيد غير انه شغل فريق الكتابة وشغل المخرج، الا انه كمان شغل ممثل جعان تمثيل، بيقدر يضيف من عنده تفاصيل كتير للشخصية، عايز يمثل ومهايبر لأقصى درجة. وهي الهايبرة دي نقطة القوة ونقطة الضعف في نفس الوقت عند نضال الشافعي. طلع ده جنان ده ولا ايه؟ مين يقدر يمنع نفسه من انه يشوف الهايبرة دي في رقصته الشهيرة من عايزة اتجوز، او مشهد العربية الشهير برضه من التلاتة يشتغلونها، او انه يدخل في تحدي لهجة تانية غير لهجته بانه يعمل دور راجل شامي في الديلر. دي كلها حاجات ما يقدمش عليها غير ممثل حقيقي، طاقته عالية وعنده استعداد يتلون ويغير جلده على حسب الدور ايا كان الدور ده هيبقى ايه. ولما يلفت انتباه عادل امام شخصيا ويختاره بنفسه معاه، ده معناه ان السوق كله هيجري عليه وهيشوفه. ما هو لازم يجروا عليه. شكله مش مصري بس بيعرف يعمل ادوار شعبي، بيتقنها جدا، بيمرمط نفسه في الادوار اللي بيعملها في مرحلة كان معظم الممثلين وقتها عايزين يطلعوا شكل امور. شكلي مش امور، بس كالعادة تتكرر الأزمة، والنجم بتاعنا على طول يقع في فخ المنتجين اللي شايفينه ورقة ربحانة، ينتجوا له أول فيلم من بطولته، اللي غير إنها كانت خطوة متسرعة جدا، إلا إن الفيلم مش حلو كمان لأنه نسخة سيئة من فيلم جيم كاري مي ماي سيلف أند ايرين. وتتحول الهايبرة اللي عنده دي من نعمة لنقمة، لأن الفيلم كان معتمد بالكامل على إن الممثل اللي معانا هيعرف يتشنج، يتمرمغ، يزعق، يصرخ، يعمل شيفت في نفس اللحظة بين شخصيتين، واحدة طيبة والتانية شريرة، حاجة في منتهى مسرح الهناجر يعني. وحتى الفيلم لما نزل معش وما كسبناش منه غير أغنية واحدة لطيفة بصوت لؤي. انا من جوه زي اتنين مش متفقين، ويانا يانا 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 يا هو. خطوة زي دي كانت ممكن توقعه، بس هو حظه كان حلو، وعادل إمام يختاره للمرة التانية في دور هيخلي كل اللي فاتكم واللي جايكم ان شاء الله يكون في ميدان لبنان، محطوط جنب عادل إمام وسط 5 ممثلين شباب تانيين، والناس تطلع فاكرة من المسلسل كله عادل إمام طبعا وكل إفيهات عبد الجليل. وده تحدي ما ينجحش فيه غير الممثل الكاريزما، ما اقدرش اوصفه غير بكده. طب حلو، ما هو كان دمه خفيف اهو بيمثل كويس، بس لا، انا عايز ابقى سايكو. جامد والله يا نضال. عاش، ممثل عبقري. قصاد ان انا اعرف مين ولاد الكلب اللي زقينك عليا، ها؟
خلاص يا نضال، ده انت الجوكر جدا. اهو اتفضلوا الفخ التاني. تقريبا احنا اكتر شعب بيقيم اداء الممثل اذا كان حلو ولا لا من هو عيط كام مره، انهار كام مره، صرخ وسيكب واتجنن كام مره. وهو بمجرد ما نجح في ده وخد رد فعل ايجابي، كل الادوار بقت تجيله بالشكل ده، وهو بقى يعملهم كلهم ما شاء الله وبيديلهم بعزم ما فيه. فخلاص دي مرحله السايكو، وبعد ما كان متنوع يعمل شرير وكوميدي وابن ناس وبلطجي، بقى يعمل الدور ده بس. على الاقل كام مره اللي احنا شفناهم دول كانت مسلسلات كويسه وحاجات لطيفه يعني شغاله، لكن بعد كده بقى ابتدى يعمل الشويتين دول في مسلسلات بيشوفها هو و34 اخرون. فعمل شطرنج واحد، خلاص يا نضال اخر مرة والله. شطرنج الجزء التاني، خلاص يا نضال اخر مرة والله. شطرنج 3، خلاص يا نضال بقى. صبح يا برنس الناس. كفايه. المهم يعني خلونا نعدي على اخر دور كويس عمله في فيلم، وكانت شخصية فضل في الجزء التاني من الجزيرة، لكنه للأسف اتقتل يعني، حتى مفيش فرصة نشوفه تاني. سبويلر اليرت، هو بيموت في الجزيرة الجزء التاني، يعني لو في حالة ما شفتش الفيلم نازل بقاله 10 سنين، ما شفتوش ليه مش فاهم. ما انت تستاهل الحرق بقى، تستاهل انه يتحرق عليك يعني، مش انت شخصيا، ده انت حبيبي. اعمل لايك بقى، متزعلش مني. يلا بينا على الحلقة. وكالعادة في السلسلة دي، هي لما بتفتح مع ممثل في اختيارات غلط زائد ظلم المنتجين زائد التنميط، بيساوي سلسلة من الأعمال اللي ولا تقدم بس بتأخر بصراحة. فتبتدي بقى تطلع لنا منتجات زي عمر الأزرق، ده فيلم واخد تقييم 3 على IMDb وحقق إيرادات بلغت ال1,000,000 جنيه، وبعده فيلم ضغط عالي اللي طبعا كلنا شفناه وفيلم زنزانة 7، اعظم فيلم اكشن في التاريخ. اعمال كلها ناجحة طبعا، مكسرة الدنيا، مفيش حد فينا ما شافهاش، بس انا كحاقد بقول انها ما نجحتش، معلش. هو رجع تاني في 2021 وعمل دور حلو في هجمة مرتدة، ودلوقتي انا مش بتريق، انا بتكلم بجد. يمكن دوره كان هو من احسن الحاجات اللي في المسلسل ده، وده طمنا شوية ان الراجل جامد زي ما هو. ارجع حطه في عمل منور بس هينور، حطه وسط منظومة عجيبة، انتاج فقير، موهبته الجامدة دي وكاريزمته مش كفاية للأسف. وطبعا ما ننساش انه في النص اتعرض لأزمة صحية مش بسيطة خالص، وطبيعي من بعدها يحصل ان الكيرف بتاعه يفضل ينزل ويطلع وينزل ويطلع. ادوار حلوة في مسلسلات متشافة حتى لو المسلسلات نفسها مش احسن حاجة، وادوار تانية حقيقي ما عنديش اي فكرة هي اخبارها ايه، لان محدش شاف المسلسلات دي بما فيها هو شخصيا، بلاش نحور. ولكنه اشتغل رغم تعبه، وده بيأكد تاني على انه بيعشق الشغلانة دي. بس للأسف زي ما في ممثلين من قلة موهبتهم بيمرضونا، زي ما في برضه ممثلين تانيين موهبتهم الزيادة بتمرضهم، لانهم بياخدوا الموضوع على اعصابهم. والنضال الشافعي احسن واحد يتطبق عليه مثل، ومن الفن ما قتل. هو عنده طاقة تمثيل عالية جدا طول الوقت، وللأسف بيتم استغلالها من مخرجين سطحيين في اعمال مستواها الفني منحدر، فده ما بيعودش على الراجل غير بالمرض وعدم النجاح. بس برضه لما تشوف دوره السنة دي في الإمام الشافعي، وهنا بتكلم عن دوره بس مش عن أي حاجة تانية حوالين المسلسل، هتسمع لغة عربية سليمة نادرا ما تلاقيها عند الجيل الجديد من الممثلين، بالإضافة لكاريزما عالية وأداء صوتي ممتاز يخليك تقول لنفسك هو الراجل ده مضيع نفسه في حاجات تعبانة كده ليه؟ خلاص بقى، ما احنا جاوبنا على السؤال ده في الحلقة المفروض يعني. مجنون تمثيل. واحنا كل اللي نفسنا فيه ان احنا بس نشوفه في أعمال أحسن بكواليتي أعلى، علشان حقيقي بنستمتع بأداء. ومن هنا لحد ما نشوف له أعمال تانية جديدة، احنا هنروح نتفرج على تامر وشوقية وعلى فرقة ناجي عطا الله، هنروح عند زرار اللايك هندوس عليه كده يزرق، زرار السبسكرايب زهقانين مفيش ورانا حاجة نقوم كاتبين كومنت عادي يعني ما يخسرش، ونتقابل ان شاء الله في الحلقة الجديدة زي دلوقتي بالظبط بعد سنة، وتصبحوا على خير.